ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم هبة من قناة وصفات طبيعية لجمالك. الوصفة بتاعت النهاردة لتطويل الشعر، وحلوة جدا للأطفال لأن هي مش مضرة. هي عبارة عن خضروات. هتجيبي جرجير، طبعا الجرجير مفيد جدا للشعر، وعارفين كمان زيت الجرجير بيبقى مفيد برضو أكتر. وكمان ربطة من الكزبرة، وربطة من البقدونس. الوصفة دي أنا شفتها على النت وجربتها على نفسي وعلى بنتي، بصراحة لقيتها حلوة جدا، فقلت لازم أصورها وأفيدكم بيها. وصفة جميلة خالص ومش هتستاهل حاجة، يعني مش هتكمل معاكي جنيه. لأن احنا عارفين الخضروات رخيصة وكمان موجودة في كل بيت، واحنا على طول بنشتريها عشان بنستخدمها في الأكل وكده. فليه ما نستخدمهاش برضو للوصفات؟ انتي بتغليهم، وبعد ما تغليهم بتاخدي تغسلي شعرك بالمية اللي انتي سلقتي فيها الخضروات دي مش بتسلقيها سلق كامل، هي يا دوب كده 10 دقايق تتغلي، وبعدين تغسلي الشعر بيهم. بجد جميلة جدا، وبتلاحظي طول الشعر بيطول خلال تقريبا الأسبوع أو 15 يوم بالكتير قوي، بتلاحظي طول في الشعر. تعالوا اوريكم انا بعملها ازاي. انا حطيت الخضروات بالشكل ده في الاناء اللي انا هغسله، اللي انا هحطه على النار بالطريقة دي كده. ومليته بمقدار من المية، لان المية دي هي اللي هنستخدمها للشعر. وهحطه على النار اول ما يغلي 3 دقايق كده، هروح مطفية النار على طول وهرجع اوريها لكم. كده يا حبايبي الخضروات اهي بعد ما حطيتها على النار لمدة 10 أو 5 دقايق. ما تخليهاش تغلي قوي والخضروات تسمر، لا هما 3 دقايق بس يا دوب. وبعدين تصفي المية اللي فيها بالشكل ده كده، وتبدأي تاخدي السائل دوت لما يبرد أو لما يبقى دافي، وتبدأي تغسلي بيه شعرك عادي جدا. طبعا الشعر يكون نظيف، ما يكونش عليه زيوت، ما يكونش عليه كريمات. تخلصي شعرك من أي شيء عليه وتبدأي تغسليه. آه، تغسليه بالخلطة دي او بالمية بتاعت الخضروات دي. بجد مفيدة جدا وبتفيد الشعر قوي. وتقدري تغسلي شعرك بيه وتسيبيه، يعني مش شرط ان انتي تحطيه وبعدين ترجعي تغسلي شعرك تاني. لا هي مفيدة جدا، ومش بتدي ريحة وحشة للشعر، لا بالعكس جميلة خالص. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.